كرة القدم مبقاتش مجرد لعبة، هي أحسن تبويقة للشعوب المطحونة. 4-0 من الشوط الأول إن شاء الله. 4-0 على المغرب. كرة القدم اليوم مبقاتش مجرد لعبة رياضية كيلعبوها 22 لاعب وسط التيران، لا، هي الآن دائرة اجتماعية ثقافية اقتصادية وسياسية. الملايين ديال البشر حول العالم كيتسناو المباراة بكل شغف، كيعيشوا اللحظات بتوتر وفرح وحزن وكآبة، كيتخلطوا لهم المشاعر بحال المصير ديالهم الشخصي متعلق بنتيجة المباراة فيها 90 دقيقة. وهادشي شفناه في كأس العرب، وغادي نشوفوه في كأس أفريقيا. الآلاف ديال الناس كيدخلوا للملاعب، بزاف ديال الناس كيخرجوا بتصريحات مستفزة ضد جمهور الخصم، بزاف ديال الناس نساو الواقع ديالهم وغرقوا في الوهم، نساو حياتهم ونساو داكشي اللي خاصهم. من هنا ظهرت أن فكرة كرة القدم ممكن تتحول في بعض الحالات إلى سياسة الإلهاء، الوسيلة اللي ممكن تخلي الناس يبعدوا على المشاكل والهموم الحقيقية وينشغلوا بقضايا ثانوية. ما نقدروش ننكروا على أن كرة القدم عبارة عن متنفس حقيقي للناس بجميع الأنواع ديالهم، بداية بداك العامل البسيط، ثم بالطالب المرهق والموظف والعاطل عن العمل والفلاح، كلهم كيلقاو فيها متعة لا توصف. الماتش هو نوع من أنواع الهروب المؤقت من الضغط اليومي ومن الروتين والحياة المملة المليئة بالمشاكل. فاش كيبدا الماتش كلشي كيتنسى، المشاكل ديال الخدمة، الضجيج ديال غلاء الأسعار، البطالة، قلة فرص الشغل، المشاكل الأسرية، أزمات الواقع السياسي والاجتماعي، كلشي كيتنسى، كلشي كيتمحى. الإنسان كيدخل في غيبوبة لمدة 90 دقيقة باش يشجع فرقته المفضلة. هذا هو الإنسان، هذه هي الطبيعة البشرية. الإنسان كيبغي يهرب من العالم ويبحث على المتعة المزيفة. البشر محتاج للتسلية، محتاج يخرج من الروتين، ولكن المشكل ماشي هنا. المشكلة كتبدا فاش تحول التسلية إلى أسلوب ممنهج، سياسة إلهاء باش بنادم يبقى في دار غفلون. المشكل كتبدا فاش هادشي كيبعد الناس على التفكير في القضايا الأساسية. هنا فين كندخلوا في ما يسمى بسياسة الإلهاء، السياسة اللي تقدر تستغل الشعبية ديال الجيل المدور من قبل بعض الأنظمة السياسية، بحيث كيتم إغراق الجمهور بواحد الكم هائل ديال المباريات والتحليلات والبرامج الرياضية والجدالات بين الجماهير، حتى كتولي الساحة ممتلئة، ساحة النقاش العام كتطغى عليها القضايا اللي ما كتجاوز حدود المستطيل الأخضر. وفاش بنادم كيركز على الملعب، راه في نفس الوقت كيتم تهميش النقاش حول القضايا الحقيقية، منها الفقر، البطالة، الفساد، وسوء توزيع الثروات وضعف الخدمات الأساسية، لدرجة أنه ممكن الإنسان يدار لي غسل الدماغ. تجي عادي أن الملاعب تخسر عليها الملايين ديال الدولارات والناس باقا تثبت في الثلجة ديك أكثر من عام. عادي بنادم يشوف قطاع حيوي بحال الصحة مهمش، وقطاع ثانوي بحال كرة القدم مزدهر. بالله عليك، واش كاينه شي تبويقة أحسن من هذه في سنة 2026؟ ما كاينش شي حاجة غادي تبوق لك الملايين ديال البشر أكثر من كرة القدم. بزاف ديال الدول اليوم كنلاحظوا فيها كيفاش كيتم التركيز الإعلامي المفرط على أخبار الأندية، على اللاعبين، على الانتقالات، رواتب النجوم، وفي نفس الوقت كتلقاها غارقة في المشاكل، مشاكل كبيرة وكيتم التجاهل ديالها، مشاكل كتمس الحياة اليومية ديال الناس بحال الصحة، بحال الشغل، بحال التعليم، بحال البنية التحتية. والأخطر في الطفرة ديال كرة القدم هو تصوير اللاعبين كأبطال، وهذه هي اللي كتضر في الخاطر. كيتصوروا اللاعبين في المخيال الشعبي على أنهم أبطال، بينما يختفي الحديث عن العلماء والمفكرين والمبتكرين، الناس اللي عندهم القدرة باش يغيروا حال المجتمعات من مجتمعات متخلفة إلى مجتمعات متقدمة. راه اللعب كيبقى مجرد لعب، ما عمره غادي يوصل للعالم والمبتكر. العالم كيبحث وكيجتهد في شي حاجة كتنفع بنادم. نهار كانت كورونا العالم كامل كان كيقلب على العلماء، ماشي اللعابة، ماشي المغنيين، ماشي الشيخات. اوروبا في عصرنا هذا تطورت بسبب الفلاسفة والعلماء والمفكرين ديالها، ماشي شي حاجة أخرى. عباس محمود العقاد في واحد الخطرة فاش قارن ما بين دور اللاعب والمفكر قال أن قيمة المفكر في الأثر اللي كيخلي في العقول، لا في التصفيق اللحظي اللي كيحصل عليه اللاعب في ساعة. صحيح أن القدم كيحقق فلوس أكثر من القلم، ولكن التأثير ديال القلم أكبر وأعمق من التأثير ديال القدم. فبهذه الطريقة ديال تقديم الكرة على القضايا الحقيقية كيتم إعادة صياغة الأولويات. المجتمع كيولي عنده أولويات ثانوية، تدريجيا كينسى القضايا الأساسية وكيسبق عليها الثانويات. كيولي الفوز بالدوري أهم من المطالبة بتحسين التعليم والصحة وظروف العمل، وهذه هي التبويقة الحقيقية. من صور سياسة الإله كذلك نلقاو ربط الانتماء الوطني بنتائج المنتخب. ولات الوطني كتختزل في تشجيع المنتخب، شجعتي المنتخب كتجري في الأزقة راك وطني، ما كنتيش تتفرج وما مسوقش راك خاين. الجمهور كيفرح وكينسى الأزمات اللي غارق فيها. كرة القدم كتدخلوا في غيبوبة، كيتخدر، وشي كيستغلوا بزاف ديال السياسيين في مجموعة من الدول باش يدوزوا قوانين وقرارات كتخدم المصالح ديالهم ومصالح النخبة. داكشي حسي مساعد الناس غارقين في الوهم. والمصيبة الكبيرة هي الإدمان على كرة القدم. كاين بزاف ديال الناس غارقين في الكرة وكيتبعوا الصغيرة والكبيرة، كيحفظوا أسماء اللاعبين وتواريخ المباريات، كيدخلوا في نقاشات حادة وخلافات مع ناس اخرين كيشجعوا أندية منافسة، وكيوصلوا كاع للسب والشتم والضرب والتهراس وتخريب الممتلكات العامة. وكاين اللي كيمشي للحبس على قبل فرقة كرة القدم، كاين اللي كيكره الجمهور ديال الفريق المنافس لفرقته غير هكاك، غير حيتاش كتنافس فرقته. هذه هي العقلية السائدة دابا. وشي ما كاينيش بلي كرة القدم خايبة، لا، الكرة هي لعبة زوينة كترفع على النفس، ولكن الطريقة باش كيتم التعامل ديالها هي اللي خايبة. كتحول من لعبة كتوحد الناس فيها منافسة شريفة كتزرع قيم التعاون والانضباط والعمل الجماعي لواحد اللعبة كتخلي الناس يكرهوا بعضياتهم. واللقطات ديال الجماهير العربي ضد المغرب في كأس العرب احسن
احسن دليل. وما نساوش كذلك الموقف ديال اللاعبين الاردنيين ضد السكيتيو. من حق الانسان يرفع على راسو يتفرج كره القدم يشجع فريق معين، ولكن في نفس الوقت ما ينساش القضايا الاساسيه اللي كتاثر في حياته وحياه المجتمع اللي عايش فيه. الرياضه خاص تكون عامل من عوامل تحسين الحياه، ماشي غطاء يغطي على المشاكل الحقيقيه والغرق في الاوهام. الانسان اللي غادي يستوعب هذا الشيء غادي يولي اقل عرضه للتلاعب، ما غاديش يكون ضحيه لسياسه الاله، وغادي يكون اكثر قدره على الاستمتاع بكره القدم بوعي بعيدا عن الكراهيه والخصومات والحقد والبغض. كره القدم هي لعبه ترفيهيه ماشي حياه وموت، ما كتحددش مصير شعب. كون كانت كتحدد المصير ديال الشعوب غادي نلقاوها في امريكا والصين، غادي نلقاوهم هما الاولين في كره القدم.